ازيكم عاملين ايه؟ اما انا بقى مدلعاكم النهارده حبه دلع كده من غير فراخ ولا لحمه بقى، ورجعنا للاكل الشعبي الجامد جدا 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 جدا. المهم يا حبايب قلبي كده، ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب لو اول مره بتشوفوني، نورتوني كده. وما تنسوش تحطوا اللايك 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 اللايك. يلا نشوف بقى هنعمل مع بعض ايه النهارده. طبعا بقى ما اكتر البطاطس في السوق الايام دي، ورخيصة وتحمير ومش تحمير، وبصوا كده حاجة اخر جمال. طبعا انا جبت بقى حبة بطاطس كده، اللي حطيته في التربو حطيته، واللي يعني ايه عملت بقى منه عملته، واللي لسه هعمله هعمله. المهم كده جبت البطاطس بتاعتي ورحت يا جماعة مسكاها، غسلتها كويس جدا جدا، بس ديت اللي هي البطاطس الصغيرة شوية مش الكبيرة، وولعت عليها النار زي ما انتوا شايفين كده. هعمل بقى معاكم النهارده زي ما انتوا شايفين كده، فضلة خيركم هعمل معاكم طبق بطاطس مهروسه اللي داقوا من ايدي يا جماعه يعني بيحلف بيه. وكمان هنعمل بقى مكرونه محمره، بس ايه، محمره متدلعه كده شويه. زي ما قلت لكم كده هنعمل مكرونه مع بعض محمره كده، بس ايه، محمره بدلع يعني. اول حاجه كان عندي كده باقي كيس مكرونه، رحت ماسكاه محمراه. وعايزه بقى اقول لكم على حاجه يا جماعه، انا المكرونه المحمره بالنسبه لي عشق، وبحبها متحمره اللي هو ايه يعني ساده كده من غير اي حاجه. اقول لكم على موقف حصل لي زمان، يعني سبب تعلقي بالمكرونه ديت. كنت اول مره في حياتي اشتغل، كنت اجي مثلا، انا من النوع اللي هو بحب الاكل سخن، فاللي هو ايه، اجي من الشغل الاقي الاكل بارد مش عارفه اروح عامله لي حبه مكرونه محمره. عايزه اقول لكم بقى ان اول شغل اشتغلته دوت، انتوا عارفين كنت باخد كام؟ يعني كنت باخد حوالي 400 جنيه، اللي هو ايه ده، 100 جنيه مثلا في الاسبوع ولا حاجه. والله تقريبا نفس المبلغ ده. بس عايزه اقول لكم بقى على حاجه، اللي هو يعني ايه، الواحد كده فضل يشتغل وكمان الدراسه والجامعه، ويعني من هنا لهنا لهنا، والحمد لله اتخرجنا وبقيت محامية قد الدنيا قاعدة في البيت الحمد لله. عايزة اقول لكم بقى على حاجة، المكرونة هي خلاص اتحمرت، سيبونا بقى من ذكريات وايام الذكريات دي، عشان لو فتحت فيها معاكم مش هخلص. حمرنا المكرونة بتاعتنا كده، وطول ما ايدينا في المكرونة كلها هتطلع لون واحد، ولا هتطلع واحدة غامقة ولا واحدة فاتحة ولا اي حاجة. انا ممكن في الوقت دوت لو انا عايزه بس مكرونه محمره كده مختومه من غير شوربه من غير اي حاجه، ممكن يعني احط لها الميه وهي باللون دوت. لكن عشان انا لسه هحط لها خضار وهحط لها حبه حاجات كده، وانا قلت لكم بقى متدلعه شويه، هغمقها كمان سنه معايا كده. طبعا انا حمرت هنا المكرونه بتاعتي بزيت ذره علشان خاطر يعني لو حطيت لها زبده ولا سمنه ما تتحرقش مني. كمان يعني تركايه بحبها في المكرونه المحمره قوي قوي قوي، بعد ما بتستوي بحط لها مكعب زبده، او لو عندي مثلا سمنه بلدي بحطها لها. المهم حمرت المكرونه كده وركنتها على جنب، انا سايباها لونها هو اتفتح شويه، عقبال كده ما اخلص اللي انا بعمله وهرجع لها تاني لونها هيغمق لوحده. طبعا زي ما قلت لكم اللون بتاعها غمق اهوت قبل ما ارجعها على النار. قبل بقى ما البطاطس بتاعتي خلصت، عشان انا زي ما قلت لكم بحب الاكل سخن، فكنت عايزه كل حاجه تبقى سخنه معايا. رجعت المكرونه كده على النار، ونزلت عليها بقى بقرنين فلفل كده الوان، ممكن فلفل اخضر لو ما عندكيش فلفل الوان عادي، وبصلايه ممكن كمان تحط لها فص ثوم مدقوق. الخضار اللي انت بتحبي تحطيه حطيه، يعني ما فيش اي مشكله، هي مش تقولك لا. هنتبلها بملح وفلفل اسود وكمون ومكعب مرق الدجاج، وننزل عليها بالميه السخنه بتاعتنا. انا هنا كنت مسخنه ميه في الكتل، ونزلت عليها على طول، يا دوب نغطي الوش بتاعها كده، وما ننساش ان الخضار بتاعنا هينزل ميه. نغطي وش المكرونه بتاعنا بالميه، واول ما تغلي الغلوتين ننقلها على نار هاديه ونوطي عليها خالص. هنعملها معامله الرز تماما. هتلاقوها بقى ايه يعني استوت كده على نار هاديه، وبقت حاجه اخر دلع زي ما قلنا. بصوا اصلا بقى جمال المكرونه كده حاجه حلوه جدا. في الوقت دوت كده الزيت بتاعي سبته بقى يسخن، بس سخن زياده عن اللزوم، ما عنديش اي مشكله خالص. وسلقت يعني البطاطس اتسلقت، وقشرت اللي قشرته منها وقطعته كده، واللي هعمله مهروس هعمله معاكم دلوقتي. بصوا بقى، يعني البطاطس الصراحه بالطريقه ديت بتبقى حلوه جدا جدا.
عايزه اقول لكم على حاجه، انا بعملها في البيت وبتطلع حلوه وكل حاجه، بس سبحان الله باكلها عند حماتي يعني بتبقى حلوه يعني حلوه بزياده صراحه، مش اللي هو يعني حلوه بس. بصوا، نزلت بقى كده البطاطس بتاعتي كلها. طبعا يا جماعه لما الزيت بتاعنا يسخن قوي كده لازم نكون بعيد عنه على قد ما نقدر، ونبعد وشنا كده علشان خاطر لا قدر الله ما يحصلش اي حاجه. نيجي بقى لاحلى طبق بطاطس مهروسه ممكن تاكلوه في الدنيا، بطاطس بالزبده والثوم. يعني حاجه كده، بصوا، خيال خيال خيال، طعم وريحه لا يعني اللي عايزين تقولوه على الطبق ده يا جماعه قولوا. هنا كده انا بحط الزبده مع الثوم نيين واسيبهم الاتنين مع بعض، يعني الزبده تسيح كده والثوم بتاعي يغلي معاها، ما احبش اي حاجه تاخد لون. انزل عليهم بالفلفل وبالخضره وبرشه الكمون كده وبالملح بتاعنا برضو، يا دوب اقلبهم تقلبتين. زي ما قلت لكم انا مش عايزه اي حاجه تاخد لون، درجه الحراره بتاعتنا هي يعني باينه ان هي مش عاليه قوي، بدليل ان الزبده لسه ما ساحتش. ولما نزلت عليها الخضار بتاعي تقلبتين يا دوب بس اشم ريحه الميكس كده بتاع الثوم والخضره والفلفل والزبده مع بعضيهم، وانزل عليهم بالبطاطس، اديها تقلبتين على النار وهطفي النار عليها. خلصت على كده يا جماعه، وبتبقى رهيبه رهيبه بجد. شايفين لون اصلا الخضره يعني والفلفل، مفيش يعني اي حاجه مثلا لونها اتحرق ولا اي حاجه. وادي كده الاكل بتاعنا خلص، البطاطس اتحمرت والمكرونه والبطاطس المهروسه اهيت. وزي ما قلت لكم انا بحب الاكل سخن، كل حاجه كده نازله من على النار مع طبق سلطه، وكمان طلعت لفت من اللي انا كنت مخللاه. بصوا يا جماعه، هونوا الدنيا كده على نفسكم على قد ما تقدروا، وبصوا اللي هو ايه، يعني اعملي الخير كله في بيتك